إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني الكرام، ما زال حديثنا موصولا مع سيرة وحياة وقصة سيد الكرام عليه الصلاة والسلام في دروس السيرة لتصحيح المسيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا نعيش ذكر بعض من مسائل مهمة قبل الشروع في سرد قصة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الميلاد إلى بعد وفاته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وحديثنا إن شاء الله عز وجل تتمة لما كان في اللقاء الفائت. من هو أو متى بدأ التدوين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض المعادين لدين الله عز وجل يتكلمون في مثل هذه المسائل فيضعون السم في العسل ويخلطون الغث بالسمين والصحيح بالضعيف بل بالمكذوب، حتى يشرب هذا الجيل شيئا من هذا الخبث فتتذبذب عقيدته في نبيه فلا يعطيه القدر اللائق به بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي. ذكر العلماء، محاضرة هذه إن شاء الله لن نطيل فيها، لكن فيها مسألة أو مسألتين أو ثلاثة مهمين جدا لمن يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولمن هو مقدم على دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء أن أول من دون يعني كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبان ابن عثمان ابن عفان الصحابي، ابن الصحابي الجليل رضي الله عنه، أبان ابن عثمان، وهذا متوفي سنة 105 من الهجرة. يبقى كتابة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شيء متقدم ولا شيء متأخر؟ شيء متقدم. هذا يعطيها قوة ويعطيها صلابة ويعطيها زيادة اعتناء من هؤلاء الأوائل بتدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا عندنا تدوين السيرة النبوية وعندنا تدوين حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من هو أول من دون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ معروف، القاضي الرام هرمزي. لكن أول من دون على التنقيح وهذه الأشياء ومعرفة الغث بالسمين وغيرها لما عمر بن عبد العزيز في زمانه وفتوحات المسلمين انتشرت في كل مكان، ورأى أن جمعا كثيرا من الصحابة وممن رأوا الصحابة يعني من التابعين كبار التابعين وأوساط التابعين بدأوا يموتون في الحروب والغزوات، سأل عمر بن عبد العزيز من هو أعلم الأرض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له من؟ ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. وفي ذلك يقول السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له من؟
عمر، آمرا له عمر، أي أن عمر بن عبد العزيز أمره أن يدون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التدوين يعطي العلم قوة ويعطي العلم صلاب. واحدة واحدة. من هو أول من دون؟ أنا عايزك يبقى عندك في البيت كراس مكتوب فيه الأوائل. أول من أسلم من الرجال من؟ أبو بكر. أول من أسلم من النساء خديجة. أول من أسلم من الصبيان علي. أول من أسلم من الموالي زيد. أول من دفن في البقيع أول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون. أول من لقب بالسلف الصالح عثمان بن مظعون. أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى. أول من أراق دما في سبيل الله سعد. أول من دون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذه الأوائل دايما تحفظها حفظا. فأول من دون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليه بنطيل النفس؟ وليه أصلا قمنا بالغوص في أعماق الكتب ونخرج هذه اللآلئ؟ ردا على هذا المدعو إبراهيم عيسى الذي قال إن التدوين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تدوين متأخر. قلنا له لا، ليس متأخرا، ولكنه تدوين متقدم. في سنة 500 يعني 105 من الهجرة، أبان ابن عثمان ابن عفان ابن الصحابي الجليل ابن الرجل الذي كانت تستحيي منه الملائكة عثمان، دون في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أبان قد أخذ عن عدد كثير من الصحابة، وأخذ عنه كذلك عدد من التابعين. لأن احنا عندنا الأمة الإسلامية اختصت بشيء لم تختص بها أمة غير أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أمة موسى ولا أمة عيسى ولا أي أمة من الأمم. ما هو الشيء الذي اختصت به أمة النبي؟ الإسناد. يعني الإسناد إلى يومنا هذا معنا أناس يعيشون يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعض السلف الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. والإسناد هذه خصيصة الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى عثمان بن عفان عاش مع النبي، ابن أبان عاش مع الصحابي وعاش مع جمع من الصحابة، أخذ منهم، وبعد كده أخذ عنه كثير من من التابعين. كذلك ممن اشتهر برواية السيرة وتتبعها عروة بن الزبير ابن العوام. عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد كان عروة إماما في المغازي، وله مغازي جمعها وسماها مغازي عروة، جمع منها شيء كثير. كذلك ممن اهتم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والتدوين فيها ابن شهاب الزهري الذي كلمتكم عنه، محمد ابن شهاب الزهري، واسمه محمد ابن مسلم، وكنيته أبو بكر القرشي. وهذا رجل يعني قال عنه الذهبي كان برتبة أمير، وهو سيد المحدثين في زمانه، وهو الذي دون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ممن كتب في السيرة النبوية من الأوائل من التابعين عاصم ابن عمر ابن قتادة رضي الله عنهم، وهو من ثقات أهل العلم. كل هؤلاء الذين حدثتكم عنهم جاء رجل ذكره أهل العلم بكل خير، وهو محمد ابن إسحاق. جمع ما تشتت يمنة ويسرة
وانشغل محمد بن إسحاق بتدوين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها، وصنف في هذا الكتاب المعروف السير والمغازي. تمام. محمد بن إسحاق جاء جمع ما تشتت يمينا ويسارا وجاء بهذه الكتب ودون كتاب اسمه السير والمغازي. طيب، ألفه بإشارة أبي جعفر المنصور رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو إمام في السير وإمام قدوة، وهو من طبقة التابعين. كتاب ابن إسحاق هذا لم يوجد كاملا في زماننا، لكن جاء رجل اسمه ابن شهاب العالم اللغوي المعروف، وأخذ هذا العلم من محمد بن إسحاق وزاد عليه وصنف فيه، وكتابه صار مشهورا في كل مكان. يبقى يعتبر المعتمد عليه في أصل السيرة من؟ محمد ابن إسحاق. محمد ابن إسحاق. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن إسحاق هذا تكلمنا فيه في اللقاء الفائت، صح؟ وقلنا أن محمد بن إسحاق تكلم فيه رجلان، من هما؟ من اللي تكلم فيه؟ عارف الكلام صعب، لكن بعد ذلك سنعيش السهل إن شاء الله. من الذي تكلم في محمد بن إسحاق؟ اثنين. إمام دار الهجرة اللي هو مين؟ مالك قال إيه؟ قال فيه إيه؟ الله يبارك فيك. قال دجال من الدجاجلة، وكان هذا أول جمع يسمع لكلمة دجال، حين تكلم مالك بن أنس عنه وقال دجال من الدجاجلة. كذلك تكلم فيه رجل آخر وهو هشام ابن عروة، إذ سمع أن محمد بن إسحاق قال حدثني زوجة من؟ زوجة هشام. فهشام قال كذاب، وأين رأى زوجتي؟ وقلنا هذا كلام لم يعتد به تجريحا عند أهل العلم، كلام هشام لم يعتد به تجريحا. أما مالك بن أنس لماذا قال في هذا الكلام؟ لأن محمد بن إسحاق من شغفه بالسيرة كان يتتبع السيرة من أولاد اليهود الذين أسلموا بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، دي مسألة تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي نريد أن نتكلم فيها مسألة الإسرائيليات. مسألة إيه؟ الإسرائيليات. ونحن نتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا أشياء عن أهل الكتاب، يقول قال فلان وهو من أهل الكتاب. الإسرائيليات على 3 أقوال عند أهل العلم. أول شيء ما جاء موافقا للشرع، ما جاء موافقا للشرع. طيب، ما جاء موافقا للشرع نأخذ به ولا لا نأخذ؟ نأخذ به، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه اليهودي وقال يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع. طب الحديث ده نستفهم منه إيه؟ هل نثبت أن لله إصبع أو أصابع ولا لا؟ نثبت ولا لا نثبت؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، هل نثبت أن لله يد ولا نقول ماليش يد؟ طيب، لما ربنا يقول بل يداه مبسوطتان، نثبت أن لله يدين ولا لا؟ طيب، لما ربنا يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نثبت أن الله ينزل ولا نقول لا ما بينزلش؟ يبقى ربنا بيقول ينزل وإحنا نقول إيه؟ لا ما بينزلش. طيب، لما ربنا يقول، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول، لما النبي يقول ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، أثبت لله صفة الإيه؟ العجب ولا العجب؟
فارق. العجب يعجب، يعجب. يبقى نثبت لله صفة الغضب ونثبت لله صفة الايه؟ العجب. لكن هو عجبك زي عجب ربنا؟ أنت تقول الرجل عينه زرقاء، وتقول الثوب لونه أزرق، وتقول السماء زرقاء، وتقول البحر أزرق. هل هذه الزرقة كلها واحدة ولا كل شيء على حسب ما نسب إليه؟ كل شيء على حسب ما نسب إليه. مثلا خليك معاه في هذا الكلام بالذات في هذه الأيام. نقول الله حي وأنا حي. هل لما قلت أن الله حي شبهت الله عز وجل بالمخلوقات أم لا؟ ربنا بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب أنا حي والله حي، هل حياتي كحياة الله؟ طيب إيه الفارق؟ حياتي قبلها كنت عدم وبعدها أموت، أما حياة الله لم تسبق بعدم ولم يلحقها الموت. لذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب أنا على علم والله عليم، هل علمي مثل علم الله؟ علم الله واسع وعلمي قاصر. قبل أن أكون على علم كنت جاهل، طب وبعد ما أتعلم أنسى. فعلم الله لم يسبق بجهل ولم يلحقه نسيان، وعلمي أنا مع كونه قاصر كنت قبل أن أتعلم جاهل، وبعد أن أتعلم يلحق بإيه؟ بالنسيان. وهكذا في كل صفات الله عز وجل. أنا أنزل والله ينزل، لكن نزولي كنزول الله؟ لا، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب العجب، أنا عندما أعجب من شيء، دخل علينا الآن وإحنا قاعدين مثلا عالم من علماء المسلمين، أول ما شفته تعجبت. ليه؟ لجهلي أنه سيدخل علينا الآن. طب عجب الله سبحانه وتعالى هل مثل هذا؟ لا سبحانه وتعالى لا. العجب يأتي في كلام اللغة بمعاني كثيرة منها الجهل، ويأتي بأن الأمر سار على غير ما هو معتاد فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابي لقد عجب الله من صنيعيكما، ليه قال له كده؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وجاء الضيف فقال النبي من يضيف ضيف رسول الله، لما لم يجد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام طعام ولا شراب، والله ما عندنا إلا الماء، لم يجدوا في بيتي الطعام، فقال من يضيف ضيف رسول الله أم أنصري ولا إيه؟ أنا أضيفه. راح البيت لم يجد إلا طعام الصبية الصغار، دخل البيت خلاص صبرتهم أمهم حتى ناموا، وبعد ذلك قدم الطعام الذي لا يكفي إلا للضيف، وبعد ذلك كانت الحيلة إطفاء السراج والرجل يضع يده يخرجها فارغة والضيف يأكل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الرجل البارحة الذي قال كذا وكذا؟ لقد عجب الله من صنيعيكما وأنزل الله عز وجل فيكما قرآنا يتلى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ العادة جرت إن أنا لو عندي طعام أعطيه للضيف ولا أعطيه لأولادي؟ لأولادي، ولا أصنع مثل هذه الحيلة. لكن جرى الأمر على غير ما هو معتاد، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعيكم. الشاهد إحنا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم، احفظ الكلمتين في سطر، يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. نقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كل ما دار ببالك الله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى.
يبقى تثبت لله ما أثبته الله لنفسه. أثبت لنفسه السمع، تثبت السمع، البصر، الكلام. تثبت لله عز وجل أنه ينزل، أنه يغضب. تثبت لله عز وجل اليدين. تثبت لله عز وجل الكرسي. تثبت لله عز وجل أنه مستو على عرشه. يعني الرحمن على العرش استوى. يعني ايه استوى؟ يعني على وارتفع واستقر جل جلاله وتقدست أسماءه. لكن واحد يقوم يقول لي لا، ما تقولش استوى يعني على، لأنك كده هتحده بالمكان. تحده المكان ازاي؟ استوى يقول لي يعني استولى فيها السيطرة وفيها كذا. يعني معنى كذا أنه كان تحت ايه؟ تحت سلطان إله آخر أو أحد لا نعرفه، تعالى الله عما يقول هؤلاء. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى واحد يسألك يقول لك أين الله؟ تقول إيه؟ الله فين؟ في السماء. يقول لك في السماء؟ أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي الحكم السلمي كان عنده جارية وكان يضربها، فجي في يوم للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصاه بها خيرا، لم يجد خيرا إلا أنه قال يا رسول الله سأعتقها، فقال ائتني بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها يا جارية أين الله؟ قالت إيه؟ في السماء. بقول لك لا، ده هذه الجارية كانت خرساء. شوف اللي يقال الآن، أولا لا يثبت أنها كانت خرساء، وبعدين تعال والنبي عليه الصلاة والسلام تكون المرأة خرساء وسيد الأذكياء عليه الصلاة والسلام يسألها وهو يعلم أنها خرساء، يعني يسأل خرساء ويقول لها أين الله؟ قالت الجارية فين؟ في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي لمعاوية ابن أبي الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت لها الإيمان لما قالت إن الله في السماء، ولما شهدت أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة الملك أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ يقول لك لا، ده ربنا بيقول إيه؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله بمعنى مألوه، يعني إله بمعنى معبود، يعني يعبده الملائكة في السماء ويعبده الإنس والجن فين؟ في الأرض. يقول ده ربنا بيقول وهو معكم أينما كنتم. نعم، مع كونه مستو على العرش، لكن معنا بعلمه، معنا ببصره، معنا بقدرته وقوته جل جلاله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اسمع، وقد حكى القاضي أبو بكر الطلمنكي إجماعا في قوله أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. نؤمن بأن الله استوى على العرش. الاستواء معلوم. يعني ايه معلوم؟ معلوم المعنى. القرآن نزل بلسان عربي مبين، لا يوجد في اللغة العربية استوى بمعنى استولى، إنما في استوى بمعنى على، بمعنى ارتفع، بمعنى استقر جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونثبت أن الله عز وجل مستو على العرش. والعرش الراجح من أقوال أهل العلم أن العرش مختلف عن الكرسي، هذا شيء وهذا شيء. يقول أن الكرسي هو موضع قدمه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وما قدر الله حق قدره. والله عز وجل مستو على العرش. العرش ده وصف النبي عليه الصلاة والسلام السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. خلاص، كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والله مستو على عرشه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يبقى ليس كمثله
شيء وهو السميع البصير، كل ما دار ببالك الله بخلاف ذلك. تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له من؟ رسوله، وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، من غير إيه؟ تحريف، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل، ومن غير تعطيل. تقول ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ البصير. يقول لك إن في ناس من السلف أولهم بعض الصفات، ودي آخر نقطة أتكلم فيها في هذه المسألة. نقول لهم زي إيه؟ قالوا زي اليد. قال الله والسماء بنيناها بأيد، قال الحافظ ابن كثير يعني بقوة. الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل. لكن أيد غير يد. انت اللي جاهل. من لم يفرق بين اليد والأيد، قال الله عز وجل أولي الأيدي. يعني أولي الأيدي؟ أولي القوة. لكن اليد حاجة والأيدي حاجة تانية. اليد معناها معروف، والأيدي معناها مغاير تماما لليد، كما يقول صاحب كتاب أظن ابن خزيمة آخر الصفحة كده في كتاب التوحيد: ومن لم يفرق بين اليد والأيد فهو إلى الكتاتيب والتعلم أحوج إليه من المناظرة والترأس. لكن حافظ ابن كثير اللي هو أصلا حافظ ابن كثير ده أصلا تلميذ مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. ابن القيم تلميذ مين؟ شيخ الإسلام. الذهبي تلميذ مين؟ كل هؤلاء، ويقولون بعقيدة شيخهم، ومع ذلك يحارب الشيخ ويترك هؤلاء وينسب إليهم هذا الكلام زورا وبهتانا. عضوا على هذه العقيدة بالنواجذ، فإن الأيام القادمات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا فيها وإياكم من كل شيء يؤذي أو يذبذب عقيدتنا في ربنا ونبينا وإيماننا بهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على ما كان عليه رسول الله والصحب الكرام. قولوا آمين. أيام القادمة أيام ضرب مناهج، يعني منهج يضرب بمنهج آخر. وقد يكون الرجل عنده من الباطل ما عنده، لكن لحلاوة منطقه يسود مذهبه، لحلاوة المنطق ولجهل أتباع الحق بالحق الذي هم عليه وانشغالهم ببعضهم، فيتوه الحق بين أهل الحق، وساعتها ترى أهل الباطل يرأسون في كل مكان ويعظمون في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بد أن تدرس هذه العقائد دراسة جيدة. عقيدتك في الله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، في القدر خيره وشره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإسرائيليات على 3 أقسام. القسم الأول جاء موافق للشرع، القسم الثاني جاء مخالف للشرع، القسم الثالث سكت عنه الشرع. جمل 3. موافق للشرع نقبله ولا نرده؟ نقبله، لأن الشرع جاء موافقا له. طيب المخالف للشرع نقبله ولا نرده؟ نرده، لأن شرعنا جاء مخالفا له. لما يأتي في الإسرائيليات مثلا أن لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام زنى بابنتيه، نقبل هذا ولا نرده؟ نرده ردا. طيب ما سكت عنه الشرع هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. آخر مسألة المشهور. في عندنا حاجة اسمها قصة مشهورة. قصة مشهورة. المشهور 3 أنواع: مشهور في علماء مصطلح الحديث، وفي مشهور عند العامة، وفي مشهور عند العلماء. وده مبحث مهم جدا في دراسة السيرة النبوية، لأن أنت عندك قصة إسلام عمر بن الخطاب. لما نيجي نحكيها مش عارفين نحكي قصة عمر مع مين؟ مع أخته فاطمة وزوجها مين؟
خبيب، ولا نحكي قصة إسلام عمر الثانية مع الجن، ولا نحكي قصة إسلام عمر نقول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين العمرين إليك، عمرو بن هشام وعمر بن إيه؟ ابن الخطاب. طب ما احنا عندنا قصة إسلام عمر بن الخطاب مع أخته لما دخل والآية بتقرأ في الصحيفة والآية بتقرأ في سورة إيه؟ ها؟ شوف كلنا عارفينها إزاي، ليه؟ مشهورة. طيب ولما نيجي في غزوة الخندق ونقول وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق الصحابي الجليل من؟ ها؟ سلمان الفارسي. مشهورة، على الرغم ان هذه قصة ضعيفة وهذه قصة ايه؟ ضعيفة. طب ناخذ بها ولا لا ناخذ بها؟ لازم تبقى عارف، عشان وانت بتقرأ في كتاب السيرة ممكن تقول ايه؟ ضعيف ضعيف ضعيف. لا، ده انت لو قعدت تقول ضعيفة وضعيفة يبقى انت مش هتقرأ، هيحصل عندك احداث كتير للسيرة النبوية مش هتلاقيها. لان الامام احمد يقول ايه؟ 3 كتب ليس لها اصول. بقول 3 كتب ليس لها ايه؟ اصول. قال المغازي والملاحم والتفسير. المغازي اللي هي ايه؟ السيرة النبوية ليس لها أصول. قال المحققون من أصحابه صلوا على النبي يقصد أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح منها الكثير. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أغلبها مراسيل. مراسيل يعني في انقطاع في الإسناد. طيب القسم بتاع المشهور خلاص احنا ما صح هناخد به، وما لم يصح عندنا أسس. ايه هي الأسس؟ ان الصحابة كلهم عدول. نيجي في الإسرائيليات خلاص المقبول عندنا هناخده، المش مقبول هنرده، اللي السكت الشرع عنه لن نصدقه ولن نكذبه. بقى عندنا أسس. طب المشهور هنعمل ايه في قصة سلمان الفارسي؟ ونعمل ايه في قصة إسلام عمر بن الخطاب؟ ونعمل ايه في قصة كذا؟ وعندنا 20-30 قصة مشهورين عند أهل العلم مش عند العامة. لأن الشهرة عند العامة تقبل ولا لا تقبل؟ ها؟ لا تقبل. ليه؟ لأنه عامي. يعني مثلا واحد خير الأسماء ما حمد وما عبد، ده حديث مشهور عند مين؟ عند العامة خلاص، لكن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب المشهور في كتب السيرة، المشهور في كتب السيرة أهل العلم على قولين فيه. القول الأول أنه يقبل. قلنا لهم لماذا يقبل؟ قالوا شهرته تكفي، وتنقل أهل العلم للمسألة وللقصة وتداولها في الكتب تكفي. معناها أن لها أصل عندهم أو أنها صحيحة على مذهبهم. وبعض أهل العلم يرى أن الأصل هو السند، صح نقول به، لم يصح نرفضه. وهذه مسألة فيها سعة، لا سيما إذا كان لها أصول. يعني إحنا لو قلنا والذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق سلمان الفارسي، لا واحد تاني قال لا هو عبد الله بن مسعود، واحد تاني قال لا هو أنس بن مالك، واحد تاني قال لا ده هو أبو بكر الصديق. هل حصل عندنا خلاف في الاسم؟ الصحابة كلهم إيه؟ عدول. لو قلنا عمر بن الخطاب دخل ووجد أخته تقرأ في سورة طه، واحد قال لا في سورة الأنبياء، واحد قال في سورة الحج، في سورة البقرة، هل هذا يضر؟ لا يضر. الأسس كلها إيه؟ كلها موجودة وكلها صحيحة ولا شيء فيها. طيب نعيد ما ذكرناه في عجالة. الإسرائيليات على كم؟ ما يهمش، على 3. شيء وافق الشرع حكمه نقبله لأنه موافق للشرع، مخالف الشرع نرده لأنه مخالف للشرع، سكت عنه هذا نقول فيه ما قال النبي لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليه. طيب عايزين حد يقول لنا نثبت لله ما أثبته لنفسه مثلا، مثل صفة إيه؟ حد يقول لنا كده من الشباب الطيب من غير ما نسأل حد. مثل صفة إيه؟ القدم، مثل صفة العجب، مثل صفة اليدين. هل لله يدين؟ هل لله يدين؟ من الذي أخبرنا أن له يدين؟ هو. وما الواجب علي؟ قل سمعنا وإيه؟ قال الله بل يداه
هل الله يغضب؟ يغضب. من الذي أخبرنا أنه يغضب؟ هو أو نبيه عليه الصلاة والسلام. هل الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر؟ من الذي أخبرنا أنه ينزل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما الواجب علينا؟ نقول سمعنا وإيه؟ هل الله ينزل كنزولنا؟ يغضب كغضبنا؟ يعجب كعجبنا؟ لا. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتقدس. طيب أين الله؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ أأمنتم من في السماء أم أمنتم من؟ طيب والجارية؟ إليه يصعد الكلم الطيب. كان في مرة رجل من البدع تكلم رجل ممن يقولون أن الله في كل مكان. وأنت لما تقول الله في كل مكان يبقى معانا، يبقى في دورات المياه، يبقى في أرحام الأمهات، ما هي كل دي إيه؟ أماكن. يلزم من كلامك هذا. فرجل قاعد يقول لا ولا تقول أن الله في السماء وكذا وكذا. دخل عليه رجل من همدان من العوام قال له دعك من هذا كله وأريد أن أسألك سؤالا واحدا. قال قل. قال ماذا تقول في الواحد منا إذا أراد أن يدعو الله رفع يديه وبصره إلى السماء؟ رجل من العوام بيقول له ماذا تقول في الرجل فينا إذا أراد أن يدعو الله رفع يديه وبصره فين؟ ليه ما بصش يمينه؟ ليه ما بصش شماله؟ ليه ما بصش إيه؟ تحت رجليه. فسكت الرجل وقال شيبني الهمداني ثم نزل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي يثبتون فيها لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله وما نفاه عن نفسه ينفونه وما نفاه عنه رسوله ينفونه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ويقولون أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على إعداده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات مع شدتها على بعض الحاضرين أن يجعلها بركة عليكم في عقيدتكم وتمسككم بدينكم ومحبتكم لنبيكم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نذكر إخواننا بأن غدا هو يوم 10 من شهر الله المحرم. وشهر المحرم ينسب إلى الله عز وجل نسبة تشريف وتعظيم وتكريم، فيقال فيه دون غيره شهر الله. ينسب إلى الله نسبة تشريف وتعظيم وتكريم. وفيه 10 من شهر الله المحرم سنة نبينا وهديه وهدي الصحابة الكرام من بعده أن من السنة فيه الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وسبب هذا التعظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى اليهود لما جاء المدينة رآهم يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له هذا يوم نجى الله عز وجل فيه نبيه موسى من عدوه فرعون فصامته اليهود شكرا لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، وصامه النبي وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي لئن بقيت إلى سابق لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. فلك أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، هذا أكمل الوجوه فيه وأكمل هدي في مخالفة اليهود فيه. ولك أن تصوم قبله يوم وتصومه، وهذا شيء استحبه النبي عليه السلام، وإن لم تستطع فصمه ولا شيء في ذلك. هذا ما تيسر إراده وعان الله على إعداده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.